دلوقتي هنتكلم مع بعض عن أبولو. أبولو ببساطة هي أداة، مش بس lead generation scrapping tool، هي كمان engagement tool plus CRM أو mini CRM tool تقدر تساعدك في ان انت تحط عليها الليدز بتاعتك، او كمان ان انت تسكراب من عليها ليدز وتحطها على السي ار ام بتاعك بفانل كامله، بسيلز بايب لاين كامله لحد ما توصل للكلوزنج. ومش بس كده، انت تقدر تعمل من عليها واتساب كامبينز، تقدر تعمل من عليها مسجز اس ام اس كامبينز، تقدر تعمل من عليها كمان فون كولز. وزي هاب سبوت كده لما بتيجي تعمل فون كولز فالمكالمة بتكون مسجلة وبيتحط في الهيستوري او في النوتس. المكالمة دي بتكون كام دقيقة، قعدت الوقت عامل ازاي، ردك على الناس عامل ازاي. الحاجات دي كل ده بيحصل على ابولو وفي الفري. كل الحاجات دي في الفري ترايل بتاعها. ابولو از ان هي كليد جنريشن سكرابنج تول بتوفر لك في الفري ترايل بتاعها 50 كريدت. ال 50 كريدت دول بتوفرهم لك شهريا في ده الفري ترايل. ولكن في ميزة حلوة جدا في ابولو، ان الكريدت الايميل ب 1 كريدت والفون نمبر ب 5 كريدت، لوشا ب 10 كريدت، والايميل هو ب 1 كريدت عادي جدا. ولكن الفون كول بيكون ب 10 كريدت بالنسبة للوشا. بالنسبة لي ابولو فبتكون ب 5 كريدت بس. مزايا تنافسية كل تول بتلعب فيها او عليها مع التانية. طيب، خلينا نروح ان دي الانترفيس بتاعتك على ابولو. الانترفيس ديت بيجي لك يور ايميل ستيتس دي this month، تقدر ان انت تلعب فيها عادي جدا daily weekly monthly وكوارترلي، يومي اسبوعي شهري كل 3 شهور. طيب، هتنزل تحت هتلاقي الريزنت ريبلايز، وهنا هتلاقي الايميلات اللي اترد عليك فيها. فبتجيلك هنا طبعا لما بتربط البيزنس ايميل بتاعك بابولو فبيبدأ ان هو يظهر لك هنا عادي جدا. انا بستخدم ابولو از ان هو ليد جنريشن سكرابنج بس، ولكن انا بشرحه لك اوفرول علشان تكون فاهم ان ابولو مش بس ليد جنريشن سكرابر. اوكي. طيب، عندنا هنا الستيتس، تقدر طبعا تفلتر بالستيتس willing to meet. عندك مثلا follow up question، عندك مثلا refer to other person، عندك out of office، عندك not the right person، عندك not interested، عندك unsubscribed، وهكذا. اوكي، على حسب الستيتس اللي انت حاططها لكل ايميل فبيبدأ ان هو تقدر تفلتر بيهم عادي جدا. طيب، ده بالنسبة للانترفيس. انت لو نزلت كده تحت هتلاقي your tasks. اوكي، هتلاقي your tasks، التاسكات اللي انت حاططها على نفسك او التاسكات اللي انت محطوطة ليك على السي ار ام نفسه. الديلز فور فولو اب، وهنا تقدر تتراك لو عملت فيو ديلز فتقدر تتراك اب تو ديت الديلز اللي بتجيلك وهكذا. عندك هنا تحت داشبورد لديل وين ريت، وهنا الكونفرجن ريت بتاع الديل وين. وعندك هنا الديل توتال اماونت وين، وده ان انت هنا داشبورد بتكون بتحسب لك الديلات، حجم الديلات كارقام المبيعات اللي انت عملتها وكسبتها. السيكونسز، وهنا انت بس في ابولو بيكون متاح لك ان انت تعمل سيكونس واحد بس فور فري. مش عارف دي اتغيرت ولا لا، ولكن ده متاح لك على ابولو. طيب، تقدر تدوس من هنا وتسيت اب ذا فيرست او يور فيرست سيكونس النهارده. طيب، عندك هنا السيكونس بيرفورمانس، بيبدأ يجي لك انسايتس كاملة عن السيكونس بيرفورمانس بتاعك في المنطقة ده. طيب، انا كل ده بشرح لك الانترفيس بس. تقدر كمان هنا بتدوس edit layout، وهنا تقدر تغير في تقدر تغير في اماكن كل حاجة. ممكن تغير يور ايميل ستيتس بالجزئية مثلا ديت وتحطها هنا، فبقت recent replies هي في الاول. بعد كده your tasks ممكن تغير دي بدي، وهكذا. انت قاعد هنا بتغير ما بين
اللاي اوت اللي انت مرتاح لها وحابب تشتغل بيها. تقدر طبعا تضيف اكتر من حاجة من اللايبراري بتاعت الويدجت. تقدر ان انت تضيف مثلا ممكن نقول بندنج ديلز، ممكن ان انت تضيفها، ولكن ديت ما ينفعش بتضيفها، دي اوريدي ادد اصلا. كل ده ادد، كل ده موجود اصلا. انت كل اللي انت بتضيفه ممكن ايميل سنت، ممكن تضيف كولز كومبليت، خلينا ممكن نضيفها هنا. اذا بقت متضافة عندي هنا. ممكن اضيف كمان ايميل فانل، احطها هنا وهكذا. اوكي، في النهاية انا بدوس سيف تشينجد. بعد كده انا عايزها في نيو لاي اوت ولا عايزها في كارنت لاي اوت، الكارنت لاي اوت اللي هي موجودة باي ديفولت، ولا عايزها في نيو لاي اوت جديد واخلي الديفولت موجود زي ما هو. لا، انا عايزها في نيو علشان احافظ على اللي موجود. طيب، باجي هنا وادوس اي حاجة، مثلا تست. كده اللاي اوت بقى عندك تمام وبقى جاهز زي ما احنا شايفين كده دلوقتي. قدرنا نلعب في اللاي اوت ونضيف ونعدل وهكذا. اوكي، دلوقتي ده بالنسبة هتلاقي هنا اهوت. تقدر تسويتش طبعا your layouts. هتلاقي هنا في تيست، هتلاقي في واتساب كامبين، تقدر تعدل الاسم. اوكي، تقدر تعمل دوبليكيت، تقدر تمسح من هنا على طول، تقدر تحطها في الفيفوريت عندك علشان تجيلك هنا على طول لوحدها. السيستمز اللي عندك generate pipeline و win and close. لو دوسنا على generate pipeline هتلاقي هنا البايبلاين بتاعك recommended prospects، ودي ناس شبه اللي انت already بحثت عنهم قبل كده، بتبدأ تجيلك في الأول خالص. دي ناس أنا فعلا بحثت عنها قبل كده، وبيبدأ هنا يقولك similar to past prospects، ديت شبه اللي انت بحثت عنه قبل كده. اوكي، شبه انا دخلت عملت مثلا بروسبكتنج للديسيشن ميكرز في مثلا شيف فاينانشال اوفيسرز، فبدأ يجيب لي كل الناس اللي شبه اللي انا بحثت عنه ده قبل كده. طيب، ده كده بالنسبة لللاي اوت بتاع ابولو. باجي هنا وفي ده الهوم، باجي هنا وفي الجزء او المرحلة بتاعة البروسبكت والانريتش. البروسبكت انت تقدر تعمل بروسبكتنج للبيبل زي كل التولز، تقدر تعمل بروسبكتنج للبيبلز كلها. عندك هنا companies، عندك list، عندك data enrichment وهكذا. data enrichment وهو انت بتضيف leads وبيبدأ هو يجيبها لك دايركت. اوكي، طيب عندك هنا تقدر تحطها من CRM. اوكي، عندك هاب سبوت وسيلز فورس. لو انت عامل انتجريت تقدر تضيف طبعا ده في الابجريد. لو انت عامل في باقة بريميوم ف CSV enrichment بتبدأ تحطها هنا وبيبدأ يجيب لك الليدز اللي انت محتاجها. وهنا بيبدأ يجيب لك الداتا هيلث سنتر بتاعتك، ودي statistics عن الانجيجمنت بتاعك واللي انت بتعمله عندك في الانريشمنت بشكل عام، والداتا اللي انت بتعمل لها سكرابنج. طيب، دي بالنسبة للليستس. لو انت عندك اي ليست فبتقدر ان انت تكريت بيبول ليست من هنا. اوكي، ده بيبول، تقدر تعمل فلتر من هنا وتكريت اصلا من جوه. لو انت بتكريت من جوه فانت كل اللي بتعمله الاسم بس وبتتسيف تلقائي. طيب، خلينا نروح للبيبول. والبيبول هنا انا ببدأ ابحث، وهو ان هو هنا عاملها باي ديفولت اهو. كل اللي بيعمله اللي انا عايز، طبعا هو انا ما عنديش lists. اوكي، فدي اول جزئية هو بيعملها في البيبول. تاني حاجة عندي وهي البرسونا، والبرسونا هنا اللي يقصدوا بيها هو ايه البرسونا اللي انت محتاجها او اللي انت محتاج شبهها بالظبط. فانا باجي هنا اقول له انا عايز في البرسونا بتاعتي اكتب مثلا هنا يكون بيستخدم مايكروسوفت 365. اوكي، فانا هنا حطيتها في البرسونا. ببدأ اعمل سيف بيرسونا. اوكي،
واحط هنا الاندستري مثلا information technology. اوكي، واحط اللوكيشن. انا والله عايز اللوكيشن مثلا يونايتد ستيتس. ببدأ اعمل سيف وبيكون جاهز معايا. بحط بس البرسونا نيم، انا محتاج ناس مايكروسوفت مثلا. بروح اعمل سيف وبكده بتتسيف معايا البرسونا دي. كده اتسيفت معايا البرسونا، بقدر ادوس done. طبعا مفيش no people match your criteria، الكرايتيريا اللي انا عايزها مش موجودة في البرسونا اللي انا محددها، ولكن انا اقدر ان انا احط كجوب تايتل عندي هنا ال الايميل. انا عايز الايميل بتاعي verified، فانت بتقدر تحط الستيتس بتاعت الميل. انا عايز كل الايميلات الفيريفايد بس. اقدر اجي في الجوب تايتل احط التايتلز اللي انا محتاجها. عندي هنا الكومباني لوكالايك، اقدر دي حاجة هو هو حاططها ان انا محتاج ناس شبه اللي موجودة في الشركات ديت، او شبه الناس اللي موجودة في الشركات دي. فانا بقدر اقول احط مثلا هنا جوجل، واروح حاطط از a lookalike، بس ده طبعا لازم يكون بريميوم. وهنا lookalike يعني انت بتحط له، انا عايز والله لو انت مثلا حاجه صناعه زي الساس مش مكتوبه، يعني مش هتلاقي سوفت وير از سيرفيس في الاندستري، فانت بتحط له شركات شبه السوفت وير از سيرفيس، وبيبدا ان هو يجيب لك كل الشركات اللي في اللوكيشن ده، اللي ليها التايتل دوت، اللي ليها الكرايتيريا ديت، وبيبدا يجيب لك نفس الشركات اللي شبه الشركه دي. اوكي. طيب هننزل تحت شوية هتلاقي اللوكيشن، ممكن ندوس سعودي ارابيا. عندي هنا الامبلويز متحدد عندي من 1 ل 500 موظف. عندي الاندستري والكيوردز، بقدر احط الاندستريز اللي انا عايزها. عندي الاي اي فلتر، ودي بتعملها ببرومبتس معينة، ان انا محتاج confirm decision maker، ان انا محتاج مثلا decision makers معينة، فببدأ ان انا احط هنا مثلا انا عايز استخدمها اوبن اي اي. اوكي، واقول له ده البرومبت. you are an expert sales representative working for الاندستري الكومباني بتاعتي، وبعد كده helps companies that كذا 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 والبين بوينتس كذا objective. your sales manager has asked you to reach out to a company named كذا in order to، وهكذا بيبدأ بقى يكمل معاك. انا محتاج الفيرست نيم واللاست نيم، يعني زي كلاي كده لما حد بيلعب او حد بيشتغل عليه. فخلينا ندوس سيف. بيبدأ يبحث، بس طبعا مفيش حد لان انا هنا حاطط جوجل. خلينا نشيلها، جات لنا كل الناس. اوكي، هتلاقي هنا confirm decision maker. خلينا نعمل كده، فبيبدأ هو رن، بيبدأ يبحث. هنا بيبدأ بقى يقول لي في النتيجة بتاعته ببساطة، بيقول لي yes هو ال decision maker. job title of founder director and CEO indicate that he holds a high level of responsibility within the company. فانت هنا بتعرف هو فعلا هو ال decision maker ولا لا. بس طبعا احنا البرومبت اللي احنا عاملينه مش مخصصينه في كل حاجة، فبالتالي ده مش بنسبة 100% صح، لاني انا مش حاطط كل حاجة عن شركتي وهي انجما، ولكن هو حطها باي ديفولت، وانا قلت تمام علشان احنا بس نكون طبقنا عليها وفهمناها بشكل كبير. طيب جزء التكنولوجي والجزء بتاع الليد سكورز، وان هو يديك سكور للليد وهكذا، كل ده في البريميوم. زي زوم انفو بالظبط، زوم انفو نفس الكلام، بيديك
طبعا بس هنا المانج سينجلز، فهنا سيجنال سوري. ممكن نحط هاي باينج انتنت، نختار كده ونختار دول الهاي باينج انتنت. اوكي، ممكن بيدي هنا. اوكي، ممكن اروح ل ريبيت جروس، ببدأ ان انا احدد السيجنالز اللي انا محتاجها للشركة او الاشخاص دول، او حتى الكومبانيز. الايميل اوبند، بيفتح ايميله ولا لأ، فانا هقول انا عايز يكون بيفتح، الراجل ده بيفتح الايميل بتاعه. للدرجة دي مفيش ولا واحد بيفتح الايميل؟ كل دي اشخاص، في بنتكلم في حوالي 446 مليون شخص. طيب انا لو دوست نو ما بيفتحش الميل. ما شاء الله على الناس اللي ما بتفتحش الايميلات. حلو جدا. 141 شخص ما بيفتحش الايميل. عندي هنا اليس، ولا واحد بيفتح الايميل. مش منطقي بالنسبة لي، واعتقد الجزئية دي فيها مشكلة. ده كده بالنسبة لي السيرش عن طريق البيبول. تقدر ان انت تيجي عند الكومبانيز وتبدأ تسيرش بالكومبانيز. الكومبانيز ما فيهاش فرق خالص عن البيبول نهائي، بس انت عندك هنا الباينج انتنت. دي جزئية مهمة جدا، وان انت بتبلد الانتنت، والانتنت ديت بتكون توبكس او الديسيشن ميكر نفسه بيكون بيبحث عنها. زي مثلا اي ار بي سيستم. لو انت بتبيع اي ار بي سيستم، فانت بتحط له كل السيستمز المشهورة كاي ار بي، فهنا بيبدأ يقول لك ده بيبحث عن كذا، وبيبدأ يديك سكور للليد ديت هي كام في المية. فخلينا مثلا نقول انا عايزه يكون بيبحث عن اي كوميرس بلاتفورم، اي كوميرس بيرسوناليزيشن سوفت وير، موبايل ديفلوبمنت. خلينا نعمل اد. طبعا انا عايز، لا هو هنا واخدني السيكونس. خلينا نضيف حاجة واحدة. هو لوشا بيوفر 5 topics للانتنت. ابولو ما استخدمتش الانتنت بتاعته بشكل كبير، ولكن خلينا نشوف الانتنت فيه عاملة ازاي. خلينا نختار بس اي كوميرس، لو انت بتستهدف اي كوميرس بس كده. فجايب لك هنا صفر من الشركات اللي عندها اي كوميرس او بتبحث باي كوميرس بلاتفورم. خلينا نعمل ده برضو صفر. طبعا ده في حالة ان انا حطيت الفلتر بتاعي كله، وناقص لي بس حتة الانتنت. اوكي، خلينا نعمل مثلا حاجة في البيزنس. اوكي، خلينا مثلا نكتب ماركتينج مثلا، ونشوف النتائج اللي هتظهر لنا. انا عايز ناس بتبحث عن ماركتينج اوتوميشن سوفت وير. جالك هنا 13900 بني ادم. طيب ده كده بالنسبة لي. نعمل سيف انتنت. انا كده حطيت الانتنت، وعايز بس يظهر لي الناس الهاي. طبعا
هو هيظهر لك كل الناس. وطبعا الفلتر ده اللي هو هاي وان هو يديك سكور، ده بس للبريميوم. ولكن انت بس بيظهر لك الناس اللي في المستوى اللي هم ماركتنج اوتوميشن سوفت وير. ولكن عشان تعرف مين الهاي ومين الميديوم ومين اللو وهكذا، ده هيكون صعب عن طريق ابولو. يعني ابولو عامل حاجات كويسة زي السي ار ام، ومضيقها جدا في حاجات زي الباينج انتنت. لوشا لا، يعني مديك ليميت في ال للباينج انتنت، ولكن مش مضيقها قوي كده زي ابولو. طيب، هنا لو انت عايز تحط الليد ديت عند حد معين، فتقدر تخليها عند حد معين. ممكن تخليها لستيج معينة انت حاططها في على السي ار ام، وهكذا. ده كده بالنسبة لي ابولو. ابولو تقدر تعمل عليه كمان ريسيرش بالاي اي. خلينا نروس start with a template، نفس اللي احنا كنا عملناه. انا عايز improve your targets، او عايز personalize your outreach. انا عايز مثلا find competitors. ماشي، عايزها ماشي. بتبدأ هنا تقول له who are some of the direct competitors of the company account name with website. والويب سايت بيتحط، تقدر طبعا تغير وتحط النيم، الويب سايت، الدومين، الاندستري، ايا كان تحط اللي انت محتاجه، وهكذا. تبدأ تدوس sign save and run. اوكي، وادوس على 10 rows. يبدأ هنا بقى يجيلي الناس. ادوس identifying competitors. بيقول لك هنا يعني الويب سايت طبعا ما تحطش صح، فانا حتى لو جيت هنا فهيبدأ يقول لي unable to generate. نفس الكلام هيظهر لي هنا unable find competitors. خلينا نشوف دي كده. unable to find any competitors. خلينا ننزل تحت. طبعا دي حاجة مش يعني دي حاجة مش qualified بنسبة 100%، لان انا مش عاملها custom. انا عاملها علشان نكون شفنا بس overall. ابولو مش كل الليدز بتاعته updated. فلو انت بتستخدم ابولو، خليك حذر جدا، لان الليدز اللي بيجيبها مش updated بنسبة 100%، ومش accuracy بنسبة 100%، ولا كمان verified بنسبة 100%. لو بتجيب او بتستخدم تول ابولو، او انت تعرفها او كنت عارفها قبل كده، استخدمها مع تولز زي لوشا، كونتاكت اوت، كاسبر، زوم انفو، علشان تتأكد ان الليد اللي انت جبتها او الكونتاكت اللي انت جبته فيريفايد بنسبة كبيرة. اشوفكم على خير السيشن الجاية ان شاء الله، وهنتكلم عن زوم انفو.